الدرس الأول: الحملة الفرنسية على مصر. لازم نعرف إن فرنسا حاولت كذا مرة الاستيلاء على مصر قبل قدوم الحملة الفرنسية. طب إيه هم المحاولات؟ أول واحدة أثناء حكم الملك لويس ال14 من 1672 ل 1714. طب ليه؟ لهدف ضرب التجارة الهولندية في الهند والتي تمر عن طريق مصر، ولكنها فشلت. طب المحاولة الثانية أثناء حكم الملك لويس ال15 سنة 1769 عن طريق طلب فرنسا أن تتنازل لها الدولة العثمانية عن مصر مقابل المال، ولكنها برضو فشلت. المحاولة الثالثة أثناء حكم الملك لويس ال16 بهدف تسهيل تجارة فرنسا مع شرق آسيا عن طريق مصر بدلا من الدوران حول أفريقيا. المحاولة الرابعة والأخيرة بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 لتأمين تجارة فرنسا من خطر المماليك بالإضافة إلى تهديد مصالح إنجلترا. نقول تاني إن محاولات فرنسا للاستيلاء على مصر في العصر الحديث 4 محاولات تقريبا. أول محاولة من الملك لويس ال14 لهدف ضرب التجارة الهولندية. المحاولة الثانية الملك لويس ال15 عن طريق طلب فرنسا أن تتنازل لها الدولة العثمانية عن مصر. المحاولة الثالثة الملك لويس ال16 بهدف تسهيل تجارة فرنسا مع شرق آسيا عن طريق مصر بدلا من الدوران حول أفريقيا. المحاولة الرابعة والأخيرة بعد قيام الثورة الفرنسية. طب ليه؟ لتأمين تجارة فرنسا من خطر المماليك وتهديد مصالح إنجلترا. قبل الحملة الفرنسية على مصر حصلت ثورة في فرنسا. طب إيه هي الثورة دي؟ قال لك إنها أول ثورة اجتماعية في أوروبا، واشترك فيها أبناء الطبقة الوسطى مع الطبقة العامة. نتائج الثورة ديت القضاء على النظام الإقطاعي الملكي في فرنسا، إقامة الجمهورية، وإعدام الملك لويس ال16. يعني حصل ثورة في فرنسا كانت أول ثورة اجتماعية في أوروبا اشترك فيها أبناء الطبقة الوسطى مع الطبقة العامة. نتائج الثورة القضاء على النظام الملكي في فرنسا وإقامة الجمهورية وإعدام الملك لويس ال16. ملوك أوروبا شعروا بخطر الثورة الفرنسية فتحالفوا ضد فرنسا لإعادة النظام الملكي لفرنسا مرة أخرى والقضاء على الثورة الفرنسية ومنع انتقال مبادئها خارج حدود فرنسا. ليه الحملة الفرنسية جت على مصر؟ قال لك لأن مصر كانت جزء من التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا، والذي بدأ في القرن ال17 واستمر طول القرن ال18. تاني حاجة، فشلت فرنسا في توجيه ضربة عسكرية لإنجلترا بسبب تفوق الأسطول الإنجليزي. ففكر نابليون في توجيه ضربة عسكرية لإنجلترا خارج أراضيها، وذلك بإرسال حملة لغزو مصر. طب ليه؟ لتهديد مصالح إنجلترا وهدم إمبراطوريتها في الشرق وإقامة إمبراطورية فرنسية بدلا منها. تاني حاجة، تسهيل مرور التجارة الفرنسية إلى الشرق عبر مصر بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح. ما هي أحوال المجتمع المصري قبل مجيء الحملة الفرنسية؟ قال لك إن مصر كانت خاضعة للحكم العثماني، وكان المجتمع في حالة من الضعف والتدهور. أول حاجة الحالة الاقتصادية اللي هي الزراعة. قال لك الأرض كانت ملكا للدولة متمثلة في السلطان العثماني وتزرع عن طريق الفلاحين بعد تسديد ما تقرره من ضرائب، وسمي بحق الانتفاع. طلع نظام اسمه نظام الالتزام، اللي هو الملتزم يحصل على قطعة أرض معافاة من الضرائب تعرف بالوصية مقابل قيامه بدفع الضرائب عن الفلاحين. اتدهورت الزراعة في مصر في ظل الحكم العثماني،
بسبب معاناة الفلاحين من سطوة الملتزمين في جمع الضرائب. تاني حاجة فرض الإتاوات. بعديها عدم اهتمام الدولة بأمور الري وتقوية الجسور أثناء الفيضان وحفظ الأمن. يعني عرفنا أن الزراعة كانت الأرض ملكا للدولة متمثلة في السلطان العثماني، وتزرع عن طريق الفلاحين بعد تسديد ما تقرره من ضرائب اللي هو حق الانتفاع. عرفنا أن في نظام اسمه نظام الالتزام، الملتزم يحصل على قطعة أرض معافاة من الضرائب بتعرف بالوصية مقابل قيامه بدفع الضرائب عن الفلاحين. الزراعة اتدهورت في ظل الحكم العثماني بسبب سطوة الملتزمين في جمع الضرائب، فرض الإتاوات، عدم اهتمام الدولة بأمور الري وتقوية الجسور وحفظ الأمن. الصناعة برضو تعرضت إلى تدهور، حيث لا تزال يدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية كما حدث في أوروبا. الصناع كانوا ينتظمون في طوائف بتمثل همزة وصل مع الحكومة. طب ليه؟ لجمع الضرائب، الإشراف على الإنتاج، وكان لكل فرد مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة. يعني تدهور الصناعة لأنها لا تزال يدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية كما حدث في أوروبا. الصناع كانوا ينتظمون في طوائف بتمثل همزة وصل مع الحكومة لجمع الضرائب، إشراف على الإنتاج، وكان لكل فرد مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة. التجارة أيضا تعرضت إلى التدهور، تدهورت التجارة الخارجية بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح. تاني حاجة اقتصرت صلات مصر التجارية على دول حوض البحر المتوسط. اتدهورت برضو التجارة الداخلية بسبب عدم الاستقرار بسبب النزاع بين الفرق العسكرية والغارات المتلاحقة للبدو وعدم ثبات قيمة العملة المتبادلة واختلاف الموازين والمكاييل من مكان لآخر. بعد الحالة الاقتصادية هناخد الحالة الاجتماعية. انقسم المجتمع المصري إلى فئتين: فئة الحكام اللي هم الأتراك وبكوات المماليك، وقد عاشوا في عزلة اجتماعية عن سائر فئات المجتمع. الفئة الثانية فئة المحكومين اللي هم المصريين، الشريحة الوسطى، المشايخ والعلماء والتجار. أما الطبقة الأقل هم الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس. يعني انقسم المجتمع إلى فئة حكام ومحكومين. الحكام هم الأتراك وبكوات المماليك، وقد عاشوا في عزلة اجتماعية عن سائر المجتمع. أما فئة المحكومين وهم المصريين، الشريحة الوسطى، المشايخ والعلماء والتجار. أما الطبقة الأقل هي طبقة الفلاحين والصغار الحرفيين وعامة الناس. آخر حاجة الحالة السياسية. قال لك إن نظام الحكم في مصر كان قائم على التبعية للسلطان العثماني، وكان هناك 3 إدارات تراقب كل منها الأخرى: الوالي نائب السلطان، الديوان سلطته مراقبة الوالي وله صلاحية عزله، بكوات المماليك إدارة شؤون الأقاليم. يعني كان هناك 3 إدارات تراقب كل منها الأخرى: الوالي نائب السلطان، الديوان سلطته مراقبة الوالي وله صلاحية عزله، بكوات المماليك إدارة شؤون الأقاليم. ما هي عيوب الحكم العثماني في مصر؟ قال لك قصر مدة حكم الوالي، زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية، مع ضعف الدولة العثمانية في أواخر القرن ال17 ميلاديا، تطلع بكوات المماليك للانفراد بحكم مصر. يعني قصر مدة حكم الوالي، زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية، مع ضعف الدولة العثمانية في أواخر
القرن ال17 ميلاديا تطلع بكوات المماليك للانفراد بحكم مصر. محاولة علي بيك الكبير للاستقلال بحكم مصر. مين هو علي بيك الكبير؟ قال لك ده زعيم المماليك اللي هو شيخ البلد عام 1763. انتهز فرصة حروب الدولة العثمانية مع روسيا عام 1768 وقام بمحاولة الاستقلال بحكم مصر. ايه هي مظاهر استقلاله بالحكم؟ عزل الوالي العثماني، امتنع عن دفع الخراج، أخضع الحجاز لنفوذه، ضرب النقوب باسمه، أرسل نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو الشام ونجح في دخول دمشق. يعني عرفنا أن علي بيك زعيم المماليك عام 1763 انتهز فرصة حروب الدولة العثمانية مع روسيا عام 1768 وقام بمحاولة الاستقلال بحكم مصر. مظاهر استقلاله بالحكم: عزل الوالي العثماني، امتنع عن دفع الخراج، أخضع الحجاز لنفوذه، ضرب النقوب باسمه، أرسل نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو الشام ونجح في دخول دمشق. أسباب فشل علي بيك الكبير للاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية: بسبب انحياز نائبه محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني ضد علي بيك الكبير، عادت مصر مرة أخرى ولاية عثمانية تحت حكم محمد بيك أبو الدهب، الذي حدث بعد حكمه صراعات بين المماليك أدت إلى تدهور الاقتصاد، تقلص التجارة الخارجية، النزاعات الداخلية بين الملوك وعدم اهتمامهم بتحصين حدود البلاد. عند وصول الحملة الفرنسية كانت مصر تحت حكم ثنائي مملوكي اللي هم إبراهيم بيك ومراد بيك.